عيلتي الجميلة اللي بحبها قوي، وحشتوني كتير كتير. النهاردة انا جايبه لكم فيلم بجد هيعجبكم، بس قبل ما نبدأ فيلمنا احب افكركم باللايك اللي برضو بتنسوه، وانا زعلانة منكم كتير. وكمان اللي لسه ما اشتركش عندي في القناة يشترك في القناة. وبس كده، ويلا بينا. وفيلمنا بيبدأ معانا بالاربع اشخاص دول، وكانوا لسه هنا خارجين من السجن، وبيتفقوا هنا ان هما هيقتلوا واحد، وبيرموا هنا صورته على الارض وبيقولوا زي ما هو سجننا احنا هنقتله. وهنا بيظهر الشخص ده، وده بيكون عم سينو. وساعتها هنا بيتحدى العشرة دول ان هما يقدروا يكسبوا سينو في مبادرة كبادي، واللي بتكون جايزتها هنا 50,000 روبية، وبيكون هنا في حمام السباحة. وعمه ساعتها بيقول لو المسابقة دي هو كسبها احنا ساعتها هنقدر نسد كل الديون اللي علينا. وبيفضلوا الناس هنا اللي ليهم فلوس عندهم بيفضلوا يشجعوه علشان هو يكسب ويديهم الفلوس. وفعلا سينو هنا هو اللي بيكسب، وبيطلع سينو هنا علشان يستلم الجايزة بتاعته. لكن فجأة هنا سينو بيختفي، وعمه والناس ساعتها بيتصدموا. وسينو هنا لما بيقوم من النوم بيلاقي نفسه مربوط ومتعلق، وبيتضح ان الناس اللي ليها فلوس عندهم هم اللي ربطوه كده، وبيقولوا لو انت دفعت لنا الفلوس احنا هنفكك. وساعتها بيقول لهم لو عمي عارف اللي انتوا عملتوه فيا هيخلي حياتكم كلها جحيم. وساعتها لما بيبص جنبه بيلاقي عمه مربوط زيه بالظبط. وسينو بيقول لهم خلاص فكونا، واحنا بالليل هجيب لكم انا الفلوس لحد عندكم. وفعلا بيفكوهم هنا وبيمشوا، وعمه هنا بيقول له انت هتدفع لهم الفلوس منين؟ وسينو ساعتها بيضحك. ولما بيجي بالليل هنا بيبقى الكل هنا منتظرين ان هو يجي، لكن هو اصلا بيكونوا راكبين عربيه ومسافرين. وعمه بيقول له انت عملت ايه اللي خلانا نهرب دلوقتي؟ فبيقول له هنا القريه دي خلاص احنا خدنا منها كتير قوي، علشان كده احنا هنسافر لبلد تانية ومنها هنروح لدبي. ويا سلام بقى لو احنا سافرنا وقدرنا ناخد هناك بير بترول، ساعتها هنقدر نسد كل ديوننا. وبيكونوا هنا مفكرين ان هما وصلوا لشيناي. وسينو ساعتها بيوقف توك توك وبيقعد يكلمه هنا باللغه بتاعه التميلي، والراجل هنا بيقول له انت بتكلمني كده ليه؟ وعم سينو ساعتها بيقول له الحق ده طلع بيتكلم زينا. والسواق هنا لما بيبص على الشنطه بيكون مفكر ان فيها كنز، وساعتها بياخدهم علشان يوصلهم المكان اللي هم عايزينه، لكن بيضحك عليهم. وهم ماشيين هنا بيقف الراجل بتاع المرور عشان ياخد رقم العربية بتاعت واحدة، فبينزل منها البنت دي. وساعتها بيبص عليها هنا سينو وبتعجبه قوي. والسواق هنا بيقوله خلاص اقعدوا معايا بقى يومين وبعد كده بقى امشوا. وعم سينو ساعتها بيقوله لا انت بس كل اللي عليك تودينا فندق يكون رخيص شوية، وبياخدهم هنا على الفندق ده. وسواق التوك توك هنا لما بيدخل بينادي على نايدو، لكن بيتضح هنا ان كل اللي في الفندق دولت حرامية وكانوا عايزين يسرقوهم. وساعتها بياخدوهم هنا وبينزلوا على تحت علشان ياكلوهم لحد ما هما يوضبوا الاوضه بتاعتهم، وبياخدوا منهم الحاجه اللي معاهم. ولما بيطلعوا فوق بيفتشوا الشنط مش بيلاقوا فيها اي حاجه خالص، وبيعرفوا ناندو هنا ان مفيهاش اي حاجه. وساعتها ناندو هنا بيقول لهم ان هما ممكن يكونوا عاينين الفلوس معاهم هما، وهنصبر عليهم لحد ما تيجي فرصه ونسرقهم. وبيطلع سينو وعمه هنا الاوضه، ولما بيطلع عمه بره بيسمع ده وهو بيتكلم في التليفون ان هو لسه هيروح على شيناي بكره. فبيروح له هنا وبيقول له انت قلت كده ليه وكذبت على مامتك؟ فبيقول انا ما كذبتش عليها. كذبت عليها في ايه؟ فبيقول له عشان انت دلوقتي موجود في شيناي. فبيرد عليه وبيقول له لا احنا دلوقتي لسه في حيدراباد. وبيقول له بص هناك كده ده المعبد الاكبر. فبيبص ساعتها هنا وبينصدم، وبينادي ساعتها على سينو. وسينو هنا بيمسك السواق وبيقول له انت خدعت كام شخص قبل كده. فبيجري السواق هنا، وسينو ساعتها بيجري وراه، وبيكون هنا في موكب معدي في السكه. وبيستمر هنا المطاردة ما بين السواق وسينو لحد ما بيوصلوا للمكان ده، وبيختفي. وبيوصل العربية دي في نفس المكان، وبينزل منها الأخ الأكبر اللي هو باي رئيس العصابة، اللي بيتفاجئ بيه سينو ان هو نفس الشبه اللي بينه وبين عمه. وبيدخل ده وبيقول له ايوه يا سيدي انا من محلات المجوهرات. فبيقول له اي حاجة انت عاوزها قولها لديمبل بس. وده بيسأل فين ديمبل، وده بيقول له اهو. وبينزل هنا ديمبل من العربية وبيروح له، وبيقول له ان اخوه قسم الارباح بينهم 80% و20%، بعد ما كانوا هنا متفقين اصلا ان كل واحد فيهم هياخد 50%. وبيقول له انا مجهز لباي 100,000. وبيقول له ان باي ما يعرفش الالوفات، بيعرف الملايين وبس. وبيسمع سينو هنا كل الكلام، وبيرجع هنا وبيسأل مين باي ده وليه الكل هنا بيخاف من باي. فبيرد عليه هنا نايدو بيقول له ان اسمه معناه الخوف، وبيقول له ان هو بيخلص كل الاعمال بتاعته بطرق غير قانونيه. فبيقول له هنا سينو ان هو عايز 10,000 علشان يتسوق بيها. فبيقول له نايدو هنا واحنا لسه هنخسر فلوس تاني. وبياخد الفلوس هنا وبيروح يجيب بيها لبس، وبيحلق لعمه هنا وبيعملوا ميك اب وبيلبسوا زي باي بالظبط. وبعدين بيطلعهم بره وبيقول لهم روحوا شوفوا اللي في الاوضه كده. واول ما بيدخلوا هنا بيشوفوه فبيخافوا وبيطلعوا يجروا، وبيقولوا له هنا المشكله اللي كانت بينا ما كانتش مستاهله اللي انت تجيب لنا باي.
وهو بيقول لهم ان ده عمي وان ده مش باي، وانتم بس اللي تعرفوا الشبه ده بين عمي وبين باي، وان هو هياخد كل الزباين بتوع باي بس بفلوس اقل. ولما بيسألوا عمك مش هيعارض وهيوافق على طول، فبيقول لهم انا هعرف اضحك عليه. وبيسألوه هنا احنا هنعمل ايه، فبيقول لهم كل اللي عليكم اللي انتوا تجيبولي بس عربية وتلبسوا لبس كويس. وبعد كده بيتصل سينو على محل مجوهرات وبيرتب معاه هنا ميعاد، وبيكون هنا باي مجهز عمه، وكان مستغرب هو ليه الناس كلها عمالة تعامله هنا باحترام. فساعتها بيقول اكيد مفكريني غني علشان كده بيعاملوني كويس. وبيروح الفندق هنا وبيجي بتاع المجوهرات وبيجيله هنا، واخو هنا بيقول لسينو انت ازاي تاخد اسم باي، وبيخلي سينو هنا يبص وبيلاقي باي قاعد قدامه، فبيفكر ساعتها ان ده باي الحقيقي، فبيخاف هنا وبيقول لاخوه خد اللي انت عاوزه، وبيقوله تعالى بالليل، وبيسيبه هنا وبيمشي. وساعتها بيديله هنا مبلغ 250 ألف روبية، وبياخدوهم هنا وبيروحوا على الفندق. وهنا في المول بتكون انجيلي هنا قاعدة بتتكلم مع اصحابها على خطيبها اللي اسمه روهيد، وان اسمه ده مش حلو خالص، وبتكون عاوزة رقمه علشان عايزة تتعرف عليه. وفي الوقت ده بيكون سينو مع عمه بيشتري لبس ليه، وانجيلي ساعتها بتشوفه وبتوقف سينو هنا ساعتها، وبتكون هنا مبهورة بجماله، وبتقوله انت شفتني قبل كده وحبيتني ازاي، فبيقول لها انت عرفتي منين، فبتقوله لو حبيتني يبقى لازم نتجوز على طول. وهو بيقول لها ماشي يلا تعالي بينا نتجوز، فبتقوله لازم تخطبني الاول، ولازم اكون انا بحبك، ولازم علشان احبك لازم تنفذ كل الاختبارات اللي انا هطلبها منك. وهي ساعتها بتديله الرقم بتاعها على التليفون، وبتقوله لو رنيت عليك في اي وقت تكون قدامي. وفي الوقت ده بانو بيكون في الشركة اللي هو صاحب باي، وكان هنا عمال يقتل في اصحابه، وبيكون بيقتلهم هنا بقرار من بابا بتاعه. وبعدين ساعتها بيجيله هنا تليفون من باي اللي بيتفق معاه على فرح بنته انجيلي على روهيد، وهو ساعتها بيكون في الشركة مش في الهند، لكن ساعتها بيوافق هنا باي. فبيقول لديمبل هنا الباي انت ازاي هتجوز بنتك لابن بانو، انت عارف ان هو اسوأ شخصية. فبيرد عليه وبيقوله ان هي مش بنته وان هي بتكون بنت اخوه. وبيروح سينو هنا يقابل انجيلي وبتقوله انت اتأخرت ليه، وبتبدأ هنا تعمله الاختبارات علشان الجواز، وبينجح هنا في الاختبار الاول والتاني، وبتقوله ان هي دلوقتي عاوزة 4 خلاخيل، وفعلا بيدخل يجيبهم لها من غير ما يكسر ولا واحدة. وانجيلي هنا بتكون متعصبة قوي، وبيجي لها فكرة ساعتها وبتروح لده البلطجي وبتقوله انت ازاي بتبص عليا، وبتفضل هنا تنرفزه لحد هو ما بيقوم لها وبيكون عاوز يضربها. لكن ساعتها هنا بيجي سينو وبيضربه هو ورجالته، وبيقدر هنا يحافظ برضه على الخلاخيل من غير ما تتكسر. وكده بيسألها انا كده نجحت في الاختبارات، وهي بتقول انت وصلت للنص النهائي، ولما توصل للاختبار الاخير ساعتها هنتجوز. وفي الوقت ده بيتجمع ال5 دول، وبيكونوا هنا عاوزين يقتلوا باي، وواحد منهم بيقول احنا عاوزينه حي واحنا اللي هنقتله بنفسينا. وبانو بيتكلم روهيد هنا قدام بولي وبيقوله انت هتروح الهند علشان تجيب انجيلي واهلها علشان الفرح. وسينو بيروح هنا لانجيلي وبتكون حزينة قوي لانها بتكون ليها 2 اصحاب مفضلين ليها جدا، وبيكونوا متفقين ان هم يحضروا مناسبات مع بعض، لكن واحدة منهم هنا بتتجوز والتانية بتولد في نفس اليوم. لكن سينو هنا بيقول لها ان هو هياخدها بنفسه وهيوديها على هناك، وبيطلب سينو هنا من ديمبل طيارة خاصة. ديمبل بيسأله ليه، فبيقوله ان في بنت غنية قوي هو وقع في حبها، وان هو هياخد ثروتها كلها وهيديله النص. ديمبل ساعتها بيتصل بشركة الطيران علشان يحجز طيارة خاصة ياخد سينو انجيلي في الطيارة الخاصة، وبيسافروا وبيديها هنا فستان هدية تحضر بيه الفرح. وانجيلي بتروح الفرح وكمان بتروح لصاحبتها زنجانة اللي بتولد، وساعتها لما صاحبتها بتسلم على سينو هي بتعرفها ان ده خطيبها. وهنا باي بيكتشف من كاميرات المراقبة ان هو ليه شبيه، وبيسأل الزباين بتوعه انتوا دفعتوا فلوس ليه، فبيقولوا المساعد بتاعه هو اللي خد كل حاجة وان هو يبقى اخو ابن ديمبل. وبينادي باي هنا على ديمبل وبيوريله صورة سينو وبيقوله مين ده، فبيقوله هنا ده المعجب بتاعي. فبيقوله معجب بتاعك ازاي يعني مش فاهم، هو انت عندك معجبين؟ وبيضربه هنا بالقلم وبيسأله على اسمه، فبيقوله هنا ساعتها ان هو اسمه سينو، وبيكون مش عارف هنا ساعتها مكانه. وباي بيقوله ان ده نصب علينا، وبيديه هنا اوامر ان هو يدور على سينو وعلى عمه كمان في اي مكان. وبعدها روهيد هنا بيوصل عند باي، وانجيلي ساعتها بتنزل وبيعرف انجيلي على روهيد خطيبها، ولما بتشوفه هنا بتنصدم وبتروح تقوله انا شفتك وانت واقف مع روهيد قبل كده. فبيقول لها باي ان ده مش انا وده الشبيه بتاعي، والولد ده نصب عليا في فلوس كتيره قوي وانا بدور عليه. ولما بيسالها هنا على رقمه بتقوله ان هي مش معاها الرقم بتاعه. وانجيلي ساعتها بتروح لسينو وبتقوله انت ليه بتضحك عليا، فبيقول لها ان هو فعلا كان بيحبها وعمل كده علشان ما يخسرهاش. فبتقوله دلوقتي ان بابا عارف
وكان عايز الرقم بتاعك، لكن انا مرضتش اديهوله علشان مهما كان ليا ذكريات حلوه قوي معاك. وبتقوله انت لازم تسيب المدينه دي علشان بابا لو لقاك مش هتبقى حي وهيموتك. وبتقوله ما تحاولش توصل لي تاني، وبتمشي. وبتكون ساعتها الشله بتاعه الفندق بيكونوا واقفين وبيسمعوا كل حاجه وبيكونوا حزنانين قوي. وعمه ساعتها بيعرف ان هو بيحب بنت، وباباه بيكون اسمه باي. وساعتها بيطلع هنا وبيوقف العربية دي، وبتكون بالصدفة ان دي عربية رجالة باي، وبيعرفهم ان هو عاوز يروح لباي، فبياخدوه هنا عند باي. وباي هنا لما بيشوفه بيكتشف ان ده اخوه التوأم. وباي بيقوله انا اتفاجئت لما شفتك ان انت لسه عايش. وبيترجى عمي سينو هنا نارسيما ان هو يتجوز سينو لبنته انجلي، ولو انت عاوزني اسيب البلد انا هسيبها لك خالص. وبيقول له باي انت بتتكلم عن الجواز اكتر من الموت. وبيجيب له الخمسه اللي تعهدوا على قتل باي هنا اللي سجنهم، وبيكونوا عارفين هنا نارسيما. وساعتها بيعرفوه ان هو بنته لسه عايشه وان انجلي هي بنته هو. وبيسأل هنا نارسيما باي عن بنته، وبيقول له ايه الفايده يعني اللي انت تعرف ان هي عايشه ولا ميته، ما انت كده كده هتموت دلوقتي. وبيطلع سكينه هنا علشان يقتل اخوه، لكن سينو ساعتها بيجي وبيقتل كل رجاله باي. وفي وسط الضرب ده بيجي اتصال من روهيد، وبيقوله ان الطياره بتاعتك جاهزه. وباي بيقوله تمام انا جاي حالا. وهنا باي بيضرب سينو على راسه، وساعتها بيخليه يفقد الوعي، وبيقول لرجالته احرقوهم كلهم مع بعض، وبيسيبهم وبيمشي. وباي هنا بيروح بالطياره للشركه علشان يجوز انجلي. وفي الوقت ده بيفوق هنا سينو وبيضرب رجاله باي، وبياكل ساعتها عود الكبريت ده قبل ما يولع فيهم. وبيقدر هنا يفك عمه واصحابه وبيمشي بيهم. وبيوصل ساعتها باي هنا على الشركة، وبيعرف ساعتها كل اللي عملوا كده، وبيأمر باي ان هما لازم يموتوا قبل ما يرجعوا على الهند. وسينو هنا بيتكلم مع عمه نارسيما، وبيقوله انت ما قلتليش انك عندك اخ توأم وان باي ده يبقى اخوه. فبيقوله ان هما كانوا من قرية سيربيوم، وما كانش هناك فيه اي ثروة خالص، لان مستويات الفلوريت هناك كانت بتخلي الاولاد تتولد باعاقات. وكان هو حاكم القرية، واتفق مع الحكومة على مشروع ب50 مليون، والحكومة هتدفع 25 منهم والباقي هياخدهم وديعة، وهيتبرع هنا ب10 مليون للقرية. واخد من اهل القرية فلوسهم، بس اخوه باي هنا كان محبوس ساعتها هو وبانو اللي كان بيعرض شركته كلها على باي بمقابل ان هو يخرجه من السجن. وبيكون نارسيما هنا مع مراته وبنته، وبياخد الفلوس من الحكومة علشان يوديها للمعبد. وبيكون معاه هنا قوة من الشرطة، لكن بتيجي عربية نقل هنا وبتشيل العربية، وبيعملوا حادثة ساعتها وبتموت هنا مامة انجلي. وبيطلع باي هنا ونانو ساعتها بيقتل الشرطة، وبيكون انجلي هنا فاقدة الوعي، وبيفتكر ساعتها ان هي ماتت. وبيطلع ساعتها وبيلاقي باي ونانو هنا بيكونوا هربوا. وباي هنا بيطعن اخوه بالسكينة وبيرميه كمان من فوق الجبل، وبيركب مكانه هنا وبيتصل بينه بالشرطة، وبيقول ان نارسيما اخد الفلوس وهرب. وفعلا الشرطة هنا بتاخد باي على اساس ان هو ده نارسيما، وبيمسكوا رجالته واهل القرية كلهم بينتقموا منهم وبيقبضوا عليه، وبيدخلوا كلهم السجن في الوقت اللي هرب فيه نارسيما بعد ما سمع هنا الاخبار. وبيكون قرر ان هو ينتحر لحد ما بيلاقي هنا سينو، وبيسأل سينو هنا على انجلي، وبيرد عليه اصحاب نارسيما وبيقول لهم بعد ما قابلت باي وبانو وهم كانوا هنا خارجين، بيقول لهم ان هو قتل نارسيما، وعرفهم ان انجلي لسه عايشه وان الفلوس باسمها وهتكون بتاعته بعد ما هي تتم 20 سنة. وراح باي هنا لانجلي وقال لها ان باباكي هرب بالفلوس وكمان قتل مامتك وقعد يكرهها فيك، وقال لها من دلوقتي انت تقولي لي يا بابا وانا اللي هربيكي. وساعتها هنا نارسيما بيقول لهم معنى كده ان بنتي بتكرهني. وسينو بيقوله ما تقلقش، هي بتكرهك بس دلوقتي، لكن بعد كده ما تعرف الحقيقة هي ساعتها هتعرف كل حاجة وهترجع لك تاني، وفلوسك كمان هترجع لك اضعاف مضاعفة، ولازم اثبت براءتك قدام القرية كلها. وباي بيقول ان ابنه جاي في المطار، وهو بيقول ان هو بعت عربية علشان تجيبه، وده بيكون ابن باي. وبيكون باي مبسوط قوي لانه بيقول ان هو عاوز يمسك الامبراطورية بتاعت باباه. وبيجي تليفون هنا لباي وبيقرر ان هو يروح لوحده، وبتيجي عربية ساعتها وبتخبطه، وبياخدوا هنا سينو وبيحط مكانه هنا نارسيما، وبيبلغ هنا الاسعاف علشان تيجي تاخده على المستشفى. وبيروح بانو هنا وبابا على المستشفى، وبيجيله هنا ساعتها تليفون وبيقولوا ان سينو ونارسيما وكلهم سافروا هنا للشركة. وبيكون بانو هنا عارف كل حاجة، وبيتصل على واحد هنا في الشركة وطلب منه سجل الطيران، وبيروح هنا ده وبيجيب سجل الطيران اخر اسبوع من المطار. وهنا نارسيما بيكون عامل نفسه باي وعامل نفسه هنا ان هو في غيبوبة، وبيطلبوا من ديمبل هنا ان هو ياخد العينة دي من التحاليل. وساعتها هنا بيقابل سينو وشلة الفندق، وساعتها بيقنعوه ان هو اللي بلغ المستشفى عن الحادثة وان هو اللي انقذه، وان باي اللي مش حقيقي معاه بره في شنطة العربية، وجايبينه هنا علشان ياخدوا منه 100 مليون
اللي خده من باي الاصلي، وبيروح معاهم هنا وبيلاقيه مفتح عينيه بس مش بيقدر يتكلم، وبيقول لهم ان هو هياخده عنده علشان هياخد ال100 مليون كلهم لنفسه. وبياخد ديمبل هنا سينو وبيروح هنا على الاوضه بتاعت باي، وانجيلي ساعتها بتقول له انت ايه اللي جابك هنا، ورهيب بيقول لها انت تعرفيه، فبتقول له ايوه ده نصاب، وديمبل بيقول لها لا ده هو اللي انقذ باباكي. وساعتها بيفوق هنا باي المزيف وبيكون مبسوط قوي، وبانو ساعتها بيسلم عليه وبيقول له دي اكيد محاولة قتل، وبيقول له ان نارسيما وسينو هنا جم على الشركة، وانجيلي بتسأله مين نارسيما ده، فبيقول لها ده باباكي الحقيقي، وهي بتقول انا مش عاوزة اسمع سيرته وانا نفسي ان هو يموت. وهنا بيروح سينو لانجيلي وبيقول لها انت لسه زعلانة مني، فساعتها هي هنا بتقول له ان الخاين هيفضل طول عمره خاين، وبتسيبه هنا وبتمشي. وهنا في الحفلة باي بيقابل بانو وبيكون صحته هنا بقت كويسة، وبيروح سينو هنا لديمبل اللي بيكون متضايق منه قوي علشان هو ضربه بالقلم قبل كده. وسينو هنا بيقول لبيدا ان باي بيقوله ان مفيش حد يقرب من الخيمة بتاعته علشان هيقول اسرار، فبيروح بيدا هنا وبيتصنت على باي وبيسمعه وبيقول لديمبل يروح يدي الفلوس لبابا علشان يقول ان الجوازة دي تتم وان بنته مش فال سيء على رهيب. وبيروح هنا بيدا لبانو وبيبلغه باللي سمعه، وبيقرر بانو ان هو يجيب البابا، وبيطلع ان هو نايدو وكان هنا متنكر، واللي كانوا معاه هنا بيكونوا شلة الفندق. وبيقابل بانو هنا وبيكون معاه بابا بتاعه، وبيهينوا هنا بانو وبيقولوا ان هو ما ساعدوش ان هو يلاقي البترول ولا حتى ساعده ان مراته تعيش في ولادة ابنه. وساعتها هنا بيمشي البابا بتاعه وبيقابل هنا بابا الجديد، وبيقابلوا هنا باي وانجلي وبيقول لهم ان الجوازة دي مش هتنفع، وبيقول لها ان ده فال شؤم عليكم وعلينا كمان. وبيسألوا بانو هنا وبيقولوا مفيش طريقة، فبيقولوا لو هي اتجوزت جوزها الاول هيموت بعد 24 ساعة، فبيقرر ان هو يتجوزها جواز مزيف لمدة يوم واحد. وبيقرر هنا ديمبل ان هو يختار سينو علشان ينتقم منه، وبيعرض عليه هنا 1,000,000 درهم، وبيروح يقول لسينو اللي بيكون رافض في الاول، وديمبل هنا بيقول ان هو مش هياخد الفلوس وبيوافق. وهنا انجيلي بتروح هي واصحابها فوق البرج علشان ينطوا منه، وبيكون معاهم هنا سينو، وفي اللحظة دي بيختل هنا توازن انجيلي وبتقع، لكن بدون تفكير هنا بينط وراها سينو وبيقدر ساعتها ينقذها في اخر لحظة. وبيسألوه انت ازاي عملت كده، فبيقول لهم سينو هنا انا ما فكرتش بعقلي، كل اللي فكرت بيه هو قلبي. فبتحضنه هنا انجيلي ساعتها وبتقوله ان هي بتحبه قوي بس كانت غضبانه منه شويه، وبيقول لها ان هو كان مرتب لكل حاجه وما ينفعش واحد زي ده يتجوزك، وبتقوله في حاجه تانية انا ما اعرفهاش، بيقول لها ايوه فيه بس خليكي انت تعرفيها لوحدك. وهنا بابا اللي طرده بانو بيجيب واحد من رجالته وبيتنكر هنا وبيروح القصر بتاع بانو، وبيسمع الاخبار هنا وبيوصلها له لانه ما كانش مرتاح في موضوع الجواز المزيف ده وحاسس ان في حاجه هنا. وهنا ديمبل كان بيعذب باي الاصلي، وباي هنا برضو ما كانش بيتكلم، وبيقول له طب انا هجيب لك بقى علاج من بابا الجديد. ولما بيدخل عليه هنا بيكتشف ان ده نايدو، وبيفهم ساعتها ان ده مش بابا الحقيقي، وبيروح هنا فبيلاقي سينو قاعد ومعاه انجلي، وبيقولوا له ساعتها اقفل الباب علشان ما حدش يشوفنا واتاكد ان الجواز المزيف ده مش حقيقي. وبيروح ديمبل هنا علشان يقول لباي اللي قاعد مع بانو، وبيقول باي هنا ان 250 اللي شايلهم معاه بعد الجواز هيعمل بيهم مشروع اللي هو اتفقوا عليه. وبيسمع باي هنا الكلام وبيقول له ان هو موافق، وفي الوقت ده بيجيله هنا ديمبل وبيقول له على كل حاجه، وبيقول له انا كمان مزيف ولو تقدر تعمل حاجه اعملها. وبيروح ديمبل هنا وبيقعد قدام باي وبيقول ازاي خدعوك، بس باي ساعتها ما بيقدرش يرد عليه لكن بيكون ساعتها واعي بكل حاجه بتحصل حواليه. وهنا ديمبل بيروح لسينو بيقول له ان هو عاوز يرجع تاني للهند، فبيقول له كلنا هنرجع بس ما نخلص الخطه بتاعتنا الاول. وسينو هنا بيشوف الراجل بتاع بابا اللي طرده هنا بانو وكان هنا بيسجل لهم، لكن ساعتها بيجري وراه هنا، وبعد معركة كبيرة بيقدر هنا ان هو يمسكه وبيحطه على الجمل ده. وبيتكلم سينو هنا لبابا وبيقول له مفيش معلومات هتعرف تاخدها مننا، وبيروح سينو ساعتها ويطمنهم وبيقول لهم ان هو رمى الراجل ده في الصحراء. فديمبل ساعتها بيقوله لو حد شافه هنروح كلنا في داهية، وهو بيقول له ساعتها ما تقلقش وان هم عايزين حد اغبى من ديمبل. وبيختار ساعتها سينو بيدا، وبيروح سينو هنا لبيدا وبيقول ان باي مش عاوز حد موجود في المكان، وبيجيب هنا نايدو اللي عامل نفسه بابا وبيقول ان في شجرة هنا بتطلع بترول. وبيشوف هنا بيدا كل حاجة وبيسمعهم ان المشروع محتاج 500 مليون، وبيسمع هنا باي وبيقول لبابا ان هو هياخد 250 مليون وال250 التانيين هيستلفهم من اي حد في الهند. وبيروح بيدا هنا لبانو وبيبلغهم بكل حاجة، وبانو ساعتها بيجيب باي
وبيواجهه باللي هو سمعه وبيقوله انا خايف عليك من المخاطرة. بس بانو هنا كان بيبقى مصر ان هو يديله 500 مليون وبيقوله بان هيبعتله الفلوس تاني يوم. بس بيدا هنا علشان ذكي بيقوله طب خليها دلوقتي حالا وبيوافق هنا بانو وبيخلي الوسيط ده هيحول الفلوس بس هياخد 5% من قيمة الفلوس وبيكون هو بيدا. وهنا بيحتفل بانو وباي بالجواز وبيخلي سينو هنا تروح لباي وتقوله ان هي مش عاوزة الجوازة دي قدام بانو وبيقول لها باي مين فيهم فبتقوله الاتنين. فبيقول لها باي هنا ان هو مش هيضغط عليها وبيطلب ساعتها طيارة للهند وبانو هنا بيغضب وبيتعصب وبيقول لها ان هو اللي قتل مامتك وباباكي وكمان سيطر عليكي علشان فلوسك. لكن باي هنا بيقول لها ما تصدقهوش وهو بيقول لها ان هو اللي نفذ لكل حاجة وكمان هو اللي سرق الفلوس. وباي ساعتها بيقول له انت اللي خططت لكل حاجة فقال له ايوه انا اللي خططت لكن انت اللي نفذت والحزن الحظ ان باباكي لسه عايش. وبيؤمر ساعتها ان مفيش حد يطلع من المكان ده لحد ما انجيلي تتجوز ابنه. وانجيلي بتقول لسينو انت عملت كل ده علشان انا اعرف وبيقول لها ايوه وبتطلب منه ان هي عاوزه تشوف باباها. فبيقول لها باباكي هو اللي هناك ده وان هو مستني حبك ده بقاله 15 سنه. وبياخدها ساعتها باباها في حضنه وبيقول لها كل اب بيتمنى لبنته راجل يكون كويس وربنا رزقني بالراجل ده قبل ما يرزقني بيكي انتي. وفي الوقت ده بيكون بابا حلق دقنه وشنبه وداخل هنا القصر وعارف ان هو يلاقي الاوضه اللي فيها باي الاصلي وبيرمي عليه هنا ميه وبيفوقه. وباي ساعتها هنا بيفوق وسينو وعمه هنا وشله الفندق بيروحوا لبيدا وبيطلبوا منه ان هم يهربوا. لكن بيدا بيقول لهم ان هو هيبلغ عنه بانو. لكن بيقول له هنا ديمبل ان هو متورط معاهم بسبب بابا الجديد وموضوع التحويل بتاع الفلوس وانك كده كده زيك زينا وهتتأذى معانا. وبياخدهم هنا بيدا علشان يهربوا. لكن بيروح هنا باي لبانو ومعاه بابا بتاع بانو وبيجي روهيت هنا وبيقولوا مفيش حد في البيت وبيكونوا كلهم هنا بيهربوا وبيكونوا واقفين هنا مع الضابط اللي في المطار اللي كان بيسألهم هنا انتوا شغالين ايه. فبيقولوا له هنا وبيعرفوهم ان هم شغالين في السيما. وساعتها ديمبل هنا بيحكي له القصه وبيكون باي وبابا هنا وبانو وروهيت والرجاله كلهم جايين في السكه. ولما بيدخلوا الطياره بيعرف الضابط بعد ما الصوره بتبعت له وبيروح هنا مع القوات الشرطه للطياره وبتكون الطياره خلاص بتطلع وبيحاولوا هنا ان هم يوقفوا الطياره لكن الطياره ساعتها بتطلع على اخر لحظه. وبابا هنا بيقول لباي وبانو ان هم لازم يروحوا على حيدراباد وبيوصلوا المطار وبيكونوا خايفين قوي من باي وبانو. وبابا وانجيلي بيقول لهم ان هو داخل الحمام ولما بيدخل هنا الحمام بيلاقي بابا وباي وبانو ورجالتهم مستنيينه جوه وبيضربوا هنا باي على راسه وبيروح معاهم هنا على اساس ان هو نار سيما وبيركبوا كلهم هنا مع بعض. وبيحس ديمبل ان ده مش نار سيما وان ده باي الاصلي بس ما بيقدرش هنا يعمل حاجه. وسينو هنا بيقول لنارسيما ان هو صور كل حاجه لبانو وان هو هيوري لاهل القريه كلهم علشان سمعتك تكون كويسه. وبيوصل مجموعه هناك من اصحاب نارسيما اللي بيسلموا عليه وبيلاقي فيها 500 مليون. وساعتها هنا بيطمن وبيجي بانو وبابا ومعاه نارسيما وبيتخض هنا سينو وبيقوله ان هو نارسيما وان اللي معاه في العربيه ده يبقى باي الاصلي. وساعتها بيسأل هنا ديمبل لكن ديمبل هنا ساعتها ما بيقدرش يرد عليه وبياخد باي هنا سينو وبيقوله ان هو باي. وساعتها هنا بيطعن باي سينو اكتر من طعنه وبيرميه هنا في الارض وبيقول انا دلوقتي بلعب لعبتك. وبياخد باي هنا ديمبل وبيسأله عن صاحبته وبيقولوا ان في ناس كتير قوي هناخدها وهنعذبها وهنقتلها كمان. وبيكون بيقصد هنا ديمبل وبانو وبيقول هنا ان رهيد ياخد البنت. فبيقوم سينو هنا ساعتها وبيقوله لازم نخلص الشغل اللي بينا الاول علشان انت اللي بديته. وبيبدأ هنا يضرب فيهم كلهم. لكن باي هنا ساعتها بيهرب هو وبانو وبياخدوا معاهم انجيلي بالفلوس وبيجري هنا وراهم سينو بالعربيه ورجاله باي بتكون وراهم اللي بيقدر هنا يتغلب عليهم كلهم وبيقدر هنا يوصل لباي وبيضرب باي هنا سينو وبيكون مسكه هنا بانو وبتحاول انجيلي هنا ان هي تمنعه لكن باي ساعتها بيضربها بالقلم فبيتعصب هنا سينو وبيضرب الاتنين وكان هيقتل ساعتها هنا باي لكن نارسيما هنا بيمنعه وبيروحوا هنا على القريه. والفيديو ده ساعتها بينتشر على كل التلفزيونات والاخبار كلها بتتكلم عنه وبياخدوا هنا باي وبانو على السجن والقريه كلها بتعتذر هنا لنارسيما. وساعتها هنا بياخدهم هما الاتنين في حضنه. والحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك. لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه واللي جاي احلى واحلى. سلام.